السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتكلم اليوم عن النقل والتجارة في مصر. أولا، النقل تعد طرق النقل بأنواعها المختلفة بمثابة شرايين الحياة بالنسبة للدولة، لأن عن طريقها يتم نقل السكان والبضائع والمواد الخام، ويتم أيضا نقل اللوجستيات ونقل ونقل جميع ما يتطلبه الدولة. فالطرق هي شرايين الحياة الأساسية، وهي عمود الدولة الرئيسي. فمن غير الطرق والنقل والتجارة فالدولة كركام تراب ليس لها فائدة. الطرق أساس الدولة كما يتضح في الصورة التي أمامكم. طرق جمهورية مصر العربية: طريق القاهرة بنها، طريق القاهرة الفيوم، طريق القاهرة بويطي، طريق القاهرة دمياط، طريق القاهرة رشيد، طريق القاهرة بورسعيد. أنواع المواصلات: النقل البري، الطرق البرية، السكك الحديدية. 2. النقل المائي وهو النهري والبحري. 3. النقل الجوي بالطائرات أو بالطائرات الشحن، طائرات نقل البضائع. أولا، النقل البري. من الخريطة السابقة نجد أن الطرق البرية هي أطول أنواع الطرق في مصر، حيث تغطي معظم أنحاء الدولة. هناك شبكة من الطرق هناك شبكة من الطرق البرية المرصوفة وغير المرصوفة في مصر، ومن أهم هذه الطرق طريق القاهرة الإسكندرية، طريق القاهرة الأسيوط الغربي، طريق القاهرة السويس. تعد السيارة الوسيلة الرئيسية لنقل الركاب والبضائع والسلع المختلفة داخل مصر. وهنا يتضح فيما يلي السكك الحديدية، حيث تغطي من جميع محافظات مرسى مطروح، من السلوم إلى الإسكندرية، ثم الدلتا جميعها لا نقص فيها، إلى الإسماعيلية والسويس. سينا ليس هناك سكك حديدية، هناك سكك حديدية في الصعيد. هنا مناطق السكك حديدية باللون الأحمر كما يتضح في الصورة. تمتد الخطوط الحديدية للربط بين مدن الدلتا والوادي، وتعد مصر من أقدم الدول التي استخدمت السكك الحديدية، حيث أنشأ أول خط سكة حديدي في مصر ما بين القاهرة والإسكندرية. أقدم خط سكة حديدي في مصر ما بين القاهرة والإسكندرية. معلومة هامة وتوضيح: تستخدم السكك الحديدية في نقل البضائع الكبيرة في الحجم وثقيلة الوزن مثل الخامات المعدنية. تتعشى بالسكك الحديدية في الدلتا لاتساعها وكثرة السكان بها، ولخدمة السكان بها أيضا، ولتوزيع الموارد وتوزيع المواد الخام للعمل بها في أكثر المناطق المزدحمة بالسكان مثل الدلتا والإسكندرية والقاهرة ومدن الصعيد. ثانيا، النقل المائي. النقل النهري والمائي والبحري يشمل النقل خلال نهر النيل وفرعيه رشيد ودمياط، الترع الرئيسية مثل ترعة الإبراهيمية وبحر يوسف بالفيوم. دي الترع الرئيسية. الصعوبات التي تواجه النقل النهري في مصر: بطء وانخفاض منسوب المياه في بعض الفترات، عدم توافر موانئ نهرية حديثة لرسو السفن. النقل البحري: بالرغم من طول سواحل مصر إلا أن عدد الموانئ المصرية قليل، وذلك بسبب بعد معظم السواحل عن العمران بالوادي والدلتا. وعدم صلاحية السواحل الكثيرة. وهنا يتضح في الخريطة التالية موانئ مصر المشهورة والمستعملة كثيرا والكبيرة. الموانئ الكبيرة اللي في مصر مثل الإسكندرية، ميناء بورسعيد، ميناء السويس، ميناء العين السخنة الجديد اللي هو ميناء جديد كده، ميناء سفاجة وهو يخدم احتياجات الصعيد،
ميناء القصير، ميناء مرسى علم. وهناك موانئ جديدة مثل ميناء الإسكندرية الجديد، وميناء دمياط، وميناء العين السخنة كما قلت. وتطوير الموانئ هو شيء أساسي لكثرة البضائع وانتشارها في الدولة. فخصائص ميناء الإسكندرية يتم من خلاله التعامل مع أكثر من نصف تجارة مصر الخارجية. أما ميناء سفاجة فهو ميناء تجاري وتعديني. ميناء بورسعيد ميناء خارجي يقع شرق مدخل قناة السويس الشمالي. الميناء الداخلي يقع جنوب بورسعيد. ميناء السويس يقع على الطرف الجنوبي لقناة السويس، يعد من أهم الموانئ بالنسبة لحركة الركاب والبضائع على البحر الأحمر، وهو ميناء السويس. سوف أعيده ثانية. ميناء السويس يقع على الطرف الجنوبي لقناة السويس، يعد من أهم الموانئ بالنسبة لحركة الركاب والبضائع على البحر الأحمر. أنشأ ميناء السويس الحديث شمال غرب الميناء القديم. وهنا قد أنهينا حلقتنا أيها الشباب.